ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن أغرب أنواع الكلاب من ناحية الشكل. الكلاب اللي شكلها غير اعتيادي. يلا بينا نبتدي. رقم 10، البورزوي. كلب صيد روسي وصاحب أطول بوز في جميع أنواع الكلاب في العالم، وكمان بيقعد من أطول الكلاب في العالم. بيتميز بسرعته ورشاقته وسلوكه الهادي في البيت. رقم 9، التشولو. كلب مكسيكي من أقدم أنواع الكلاب في العالم. بيتميز إن جسمه كله مفهوش شعر وعبارة عن جلد فقط. كانت بتعتبر حضارة الأزتك المكسيكية إنه بيطرد الأرواح الشريرة. رقم 8، البول تيرير. كلب إنجليزي بيتميز بشكل دماغه الغريب اللي بيشبه البيضة. كلب طاقته عالية وقوي جسديا وعنيد. رقم 7، التشاينيز كريستل. كلب صيني بيتميز إن راسه ورجليه بس بيكون فيها شعر، ولكن باقي جسمه بيكون جلد فقط. كلب أسرة وشخصية اجتماعية. رقم 6، البرينغتون تيرير. كلب صيد إنجليزي بيتميز بشكله الغريب اللي بيشبه الخرفان. كلب حساس ومحب لصاحبه جدا. رقم 5، الكومندور. كلب راعي مجري بيتميز بشعرته الكثيفة اللي بتشبه القطن. كلب ذكي وينفع يبقى كلب حراسة. رقم 4، البريسلز جريفن. كلب زينة بلجيكي، شكله بيكون كأنه عنده شنب ودقن. كلب أسرة ممتاز ووفي لصاحبه. رقم 3، التركيش بوينتر. كلب صيد تركي من أندر أنواع الكلاب. شكله بيتميز بمناخيره المقسومة بالطول لحد دماغه. رقم 2، الباسيت هاوند. كلب صيد فرنساوي بيتميز برجليه القصيرة السميكة وودانه الطويلة. ودانه بتعد أطول ودان في كل أنواع الكلاب. شخصيته أرجوزية ومرحة ومن أفضل أنواع كلاب الأسرة. رقم 1، الشاربي. كلب حراسة صيني بيتميز بالجلد المجعد اللي بيغطي جسمه كله، ولسانه اللي بيكون لونه أزرق أو أسود. كلب طبعه زي القطط وأسنانه بتكون شبه الخطاف. ينفع كلب صيد أو حراسة. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.